لو جمدتي قلبك معايا وجبتي كوباية من العدس بجبة وسلقتيها على النار هتعملي أحلى وأطعم غدا. طعمه خطير اقتصادي جدا. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بصلاية متقطعة جوليان متقلب فيها معلقة من الدقيق ورشة ملح. حمرتها في قلب الزيت، طلعتها من الزيت، نزلت برغيف عيش متقطع مكعبات وحمرته. حلة على النار فيها شوية مية، نزلت بقى أول ما غليت بكوباية من العدس بجبة، عصرة ليمون، ملح وكمون، وهسيب العدس يستوي على نار هادية. هاخد شوية زيت من اللي انا حمرت فيهم البصلة في الاول، واحمر كوبايتين من المكرونة. اول ما المكرونة لونها يفتحها هنزل بكوباية ونص من الشعرية، الاتنين هياخدوا لون بعض اللون الذهبي الجميل. هنزل بكوبايتين من الرز المصري المغسول ومتصفي. هنزل بالمية والملح وهسيبه ياخد غلوة. بعد كده هنزل عليه بقى بالعدس اللي احنا سلقناه على النار، وهقلب الاتنين مع بعض وهسيبهم بقى على نار هادية يستووا مع بعض. نفس البصل، نفس الزيت اللي حمرنا فيه البصلة هحمر فيه طماية. هنزل بقى بصلصة طماطم مضروبة في الخلاط أو في الفريزر المتوفر عندي، معلقة من صلصة الطماطم المعلبة، ملح وفلفل أسود وشوية كمون، وكده بقى معايا أحلى وأجمل صلصة كشري. وحلة الكشري كانت خلصت معايا بالطريقة دي كده. ليه أعمل حلل كتير لما ممكن أعملها كلها في حلة واحدة؟ وده أحلى وأجمل طبق كشري هتاكليه جنبيه شوية دقة وشطة والعيش المقرمش، وكمان البصل المحمر بيبقى خطير. يلا شيري الوصفة عشان